السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي اقولك ازاي تعملي العرق سوس بكل سهولة. هقولك كل تركاته وحركاته، بس قبل ما نبدأ الطريقة بتاعتنا تعالوا نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ بالمكونات بتاعتنا اللي هنستخدمها النهاردة. كوباية من العرق سوس، ومتوفر عند العطارين وشكله عامل زي القش كده، و3 معالق من المية تقريبا، ومعلقة صغيرة من الكربوناتو. اول خطوه هنعملها ان احنا هنجيب اي طبق عندنا عشان خاطر نمزج المكونات دي كلها مع بعض. هننزل الاول بالعرق سوس، وبعد كده هننزل عليه بمعلقه من الكربوناتو، وهنقلب طبعا الخليط ده كويس جدا. وفي الاخر طبعا هنضيف الميه تدريجيا. عايزه اقول لكم يا بنات اللي انتوا ممكن تضيفوا الكربوناتو على الميه، وممكن تضيفوه مباشره مع العرق سوس، يعني اللي يريحك. الطريقتين هتنجح معاكي. طبعا بنقلب الخليط كويس جدا، وهننزل بالميه تدريجيا. وانا بنزل بيها تدريجيا واحده واحده، لان بصراحه ما ينفعش مقدار الميه يزيد في العرقسوس. احنا عايزين نوصل لنتيجه اللي احنا نخلي العرقسوس زي الرمله بتاعه البحر كده، يعني يكون مندي بالميه، بس ما يكونش في ميه كتير بتنزل. تمام، انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه اهو. يبقى انت خدي بالك، يعني بتنزلي الميه تدريجيا. بصوا كده، تحسوا ان احنا كاننا بنبسه زي ما بنبس العجين. بصوا واحده واحده، انا حريصه طبعا اللي الميه ما تزيدش معايا. انا بعمله لكم بطريقه المحلات بالظبط، مش عايزين ميه زياده فيها خالص. تمام كده. دي طبعا اول تركه من تركات العرقسوس، اللي احنا نبسوه، يعني نبسوه نخلوه زي رمله البحر. بصوا كده، طالع معانا بالشكل ده. بصوا كده، مفيش ميه، لو تلاحظوا مفيش ميه خالص معايا في الطبق. الميه كلها دخلت جوه العرقسوس. بصوا كده، احنا كده خلاص تقريبا وصلنا للنتيجة اللي احنا عايزينها. بصوا الملمس، احنا عايزينها بالشكل ده. احنا كده خلاص بسيناها كويس. بصوا بقى، بنجيب اي شاشة عندنا تكون الخرام بتاعتها ضيقة. الشاشة دي انا بستخدمها بقالي عايزة اقول لكم 3 سنين في العرقسوس بس، يعني دي مخصصة للعرقسوس، لان العرقسوس معروف ان يعني بيفضل عالق شوية في الشاشة مهما تتغسل، فانا محتفظة بيها للعرقسوس بس. بصوا كده، انا بقى ببدأ احط فيها الخليط بتاعي، وهقفل عليها الشاشة كويس. المفروض اللي احنا بقى هنسيب العرقسوس زي ساعتين كده يخمر. ايوه، العرقسوس بيخمر، احنا مش بسناه، يبقى احنا بنعامله معاملة العجين دلوقتي. هنسيبه ساعتين يخمر، وانا دايما بسيبه جوه الشاشة كده بالشكل ده. بصوا، انا حتى هحطه يخمر جوه البلاستيكة اللي انا اساسا هنزل فيها العرقسوس كله بعد كده. بصوا بقى، ونسيبها كده لمدة ساعتين عشان تخمر. ويفضل ان احنا نحطها في مكان دافي. والله قادره تحطيها في الشمس تمام، قادره تحطيها جوه المطبخ مثلا على جنب تمام. وبعد ما عدى الساعتين، بصوا كده معايا خلاص العرق صوص خمر معايا جوه الشاشه. بصوا كده، ما بينزلش ميه خالص. تمام. بصوا بقى، هنبدا نصب عليه الميه بتاعتنا. ميه فتره عادي من الحنفيه، ميه ساقعه زي ما تحبي. انا هنزل كميه الميه بتاعتي كده زي ما انتم شايفين. هتبتدوا تحسوا ان الميه بتغمق معايا حبه بحبه. بصوا لما انا بدخل فيها الشاشه واطلعها، انا بوريكم بس اللي ايه. هتبدا تنزل الصوص بتاعها، والميه واحده واحده لونها هيغمق. بصوا كده بالشكل ده. طبعا انا هسيب الشاشه بالعرقسوس جوه الميه لمده ساعتين كمان. سيبيهم بره التلاجة او جوه التلاجة عادي، المهم احنا هنصفي العرقسوس كله اللي جوه الشاشه. وبعد ما عدت ساعتين، تعالوا كده نشوف العرقسوس بتاعنا. شايفين اللون؟ اللون بقى غامق جدا زي ما احنا بنشتريه من بره بالظبط. طبعا نصفي الشاشة كويس من كل العرقسوس اللي فيها كده بايدينا، ونحطها في التلاجة شوية.
كده خلاص وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. مش عايزة اقول لكم يا جماعة العرقسوس طالع تحفة ازاي. بجد بجد هتبطلوا تشتروه من بره وهتعتمدوا الطريقة دي بعد كده. ولو عملتيه وعجبك يا ريت تقولي لي في الكومنتات، وما تنسنيش بدعوة حلوة من قلبك. ولو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تعملي لايك واشتراك وتفعلي الجرس.